السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص الطرية بطريقة سهلة وبسيطة. القرص بتاعت اهالينا بتاعت زمان كده، المحشية بالملبن او العجوة. تنفع معاكي بقى في رحلة، مسافرة، في اي حاجة تنفع معاكي. كمان تنفع معاكي في الفطار كده، في العشاء، حاجة كده خفيفة وطعمها حلو جدا. مقادير بسيطة هنعمل. انا هنا هستخدم 2 كيلو من الدقيق. ده دقيق عادي على دقيق غله. الدقيق اللي غله بيختلف عن الدقيق العادي في ان الحاجه بتبقى بتلزق شويه عن الدقيق العادي يعني. المهم من دقيق لدقيق بيختلف. الميه مش بنعرف نقول حجمها بالظبط كده، لانها من دقيق لدقيق بيختلف. معايا هنا معلقتين من السكر ومعلقه من الخميره، وكمان هحتاج كده كوبايه من السمنه، وهحتاج كمان رشه من الملح، وكمان طبعا ده لبن رايب عشان نعجن بيه. طبعا هنحتاج الملح ده اللي هو حلال العجين. اول حاجه بتحطيها رشه الملح، دي رشه صغيره كده من الملح حلال العجين. بترشي الملح كده وقلبيه عليه. حطيت زي نص معلقه كده من الملح. هحط معلقتين السكر ومعلقه الخميره. عايزه تقلبيهم بره وتجربي الخميره بره، جربيها. انا هنا عامله متاكده من الخميره بتاعتي فحطيتها على طول. قلبتهم كده على دي كله، وهبدا انزل باللبن. طبعا قلنا من دي لدي بيختلف، فانت هتقلبي كده لحد ما تشوفي ايه العجينه عامله ازاي. هنقلب، لو احتاجت ميه بزودها ميه عادي. الميه هنا اللي انا استخدمتها ميه عاديه مش سخنه ولا حاجه. وبقلب عادي كده لحد ما العجين ايه يلم معايا. تحسي ان العجين كده لم كله مش بيلزق. بزود الميه بالتدريج. هلم العجينه كده لحد ما يبقاش فيه اي حاجه من الدقيق كده، واحس انها مش بتلزق. احنا بنلمها الاول وبعد كده بنضيف السمنه، يعني لازم تلميها كلها بحيث ان ميبقاش فيه دقيق خالص، وتحسي ان العجينه شويه مش بتلزق. هبدا احط كده السمنه، يعني كل كيلو بنحط له نص كوبايه من السمنه. عايزه تحطي سمنه على زيت حطي، لكن هي سمنه بس بتديها طعم احلى. ما هنا لما لميتها كده حسيت ان هي لسه بتلزق شويه، هزود لها شويه من الدقيق. هي هنا كده بتلزق، تحتاج شويه من الدقيق. طول ما العجينه كده بتلزق معاكي هتبقى محتاجه ايه شويه دقيق. تحطي دقيق بالتدريج كده، لان احنا مش عايزينها تبقى يابسه. هحط كمان ربع معلقه كده من البيكنج باودر. مكتريش من البيكنج باودر، احنا ربع معلقه بس. ده بيخليها بقى، هو ده اللي بيديها اللي هو التلبين بتاعها، يعني البيكنج باودر. بصوا حسيتها لسه بتلزق كده بعد ما لميتها. هزودها شويه من الدقيق اهو. بصوا هي كده بتلزق اهو. انا ما كل خطوه وريتها لكم كده عشان تحطي الدقيق بالتدريج وتشوفي ايه العجينه، تلميها وتشوفيها ايه الاخبار. لازم طبعا تنخلي الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الدقيق وهبدا المها تاني اهو. قلت لكم ان العجينه دي عشان ده دي غله بتبقى طريه شويه عن الدقيق العادي. يعني في الدقيق العادي هتلاقيها ماسكه سنه عندها. هي كده خلاص كده بقت تمام اهي. خلاص كده مش بتلزق في ايدي. هي ايديا بس اللي كانت بتلزق، لكن هي مش بتلزق كده. هي حلوه. اسيبها بقى تخمر، واسيبها نص ساعه كده تخمر. خلي بالكم احنا في الحر بتخمر بسهوله يعني. وممكن تبداي تقطعيها وتسيبيها تخمر بعد ما تقطعيها. لكن كده كده لما تسيبها شويه كده تريح، يعني عشان تتفرد معاكي بسهوله. يعني ممكن تسيبيها ربع ساعه كده وبعدين تبداي تشكليها يعني. انا هنا هسيبها تخمر. خلي بالكم احنا في الصيف والحر، فالحاجه بتخمر بسهوله وبسرعه كمان. خلاص كده هسيبها واغطيها. اهم حاجه تغطيها بس عشان ما تنشفش، وتسيبيها تخمر. هنا بعد ما غطيتها وخمرت اهي، بصوا ارتفعت اهي. هبدا بقى اشكلها. مجهزه الحشوه اللي انا هحشيها وهبدا اشكلها. بتاخدي حته صغيره كده من العجينه اهي، بصوا كده، وتبداي تعمليها تكوريها دايره كده.
وتبداي تحطي فيها بقى الحشو بتاعها. انا هحط ملبن كتير لاني حابه يبقى فيها ملبن كتير اهو. تحبي تحشيها عجوه، حابه تحشيها جبنه، تعمليها باتيه كده تبقى حلوه قوي. العجينه دي تنفع لاي حاجه، ممكن كمان تحشيها نوتيلا، اي حاجه انت بتحبيها. بصوا اهي هلمها كده اهي، وابدا اكورها كده زي ما انتم شايفين كده. ودي الغله بس مديها شويه تلزيق بسيط، بس اول ما افردها مفيش اي تلزيق. بصوا كده، هحط كده الزيت في الصاج ده عشان ما يلزقش فيه حاجه. وهبدا كده افرد الزيت. الزيت ده عشان ما يلزقش، يعني عشان الصاج ده ممكن يلزق فيه حاجه، فممكن لو هي الصاج عندك حلو ومش بيلزق فيه حاجه ممكن تحطيه زيت عشان هي فيها سمنه يعني. خلاص، وهبدا اديها ايه ضغطه خفيفه كده. بصوا اهي اديها ضغطه خفيفه كده وهي في الصاج، واسيبها ترتفع شويه. يعني بعد ما بنعملها كده بنسيبها بقى هي بتروح رافعه. نعمل واحده كمان اهي. باخد عجينه اهي وابدا اكورها، واجيب جزء من الملبن كده برضو اكوره وابدا احطها فيه اهي. افردها فرده بسيطه وابدا احطها كده اهي. وبعدين الفها كده اهي، وبعدين بديها تبطيطه بسيطه كده في الصاج اهي. بصوا بتتفرد معاكي بكل سهوله ومش بتلزق ولا حاجه. خلاص كده اهي زي ما انتم شايفين كده. العجينه دي تنفع لاي حاجه، ممكن تستخدميها العيش باللحمه، تستخدميها لو انت عايزه تحشيها نوتيلا، تحشيها عجوه، تحشيها جبنه. بصوا عجينه رائعه. بصوا هنا بعد ما ارتفعت اهي، ودي كانت لسه ما ارتفعتش، دي اخر حاجه عملتها. بصوا اللي ارتفعت كده هنبدا بقى نحطها في الفرن. تسيبيها ترتفع كده، على ما تخلصي هتلاقي اللي انت عملتيه ارتفع. حطيه في الفرن كده. بصوا ما شاء الله ارتفعت في الفرن ازاي. دي شكلها وهي في الفرن كده. عايزه اقول لكم كانت ريحتها ايه جميله جدا. ده شكلها بعد ما طلعت. بصوا مش لازقه في الصاج ولا حاجه. بصوا طيبها حلو ازاي. بصوا طريه ازاي. بصوا ما شاء الله من جوه عامله ازاي. بجد طعمها حلو جدا. جربوها وهتدعولي ان شاء الله. بصوا تنفع معاكي في اي رحله، في اي بقى راحه البحر، راحه اي مكان. بس تبقى معاكي حاجه كده سريعه كده، وتديها لاولادك كده على الفطار او العشاء مع كوبايه الشاي بقى. حاجه جميله جدا وبالهنا والشفا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم يلا في امان الله. استنونا بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجايه كده. هعمل لكم تجهيزات الرحله وهقول لكم رحنا فين، وان شاء الله الفيديو الجاي كده هقول لكم عملنا ايه وخدنا ايه معانا. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقول لكم مع السلامه.